النهارده هنلخص لكم فيلم بعنوان سيكريت ماجيك كنترول اجنسي، واللي باين من اسمه ان هو بيتكلم عن منظمه مهمتها ان هي تقبض على السحرة اللي بيستخدموا السحر الاسود بعد ما بقى محرم استخدامه عشان بيأذي ناس كتير. وبنشوف ملك قاعد على ترابيزة الاكل بتاعته قدامه اكل يكفي نص البلد، بس شكله اكيل. لما بيفتح الاطباق وخلاص هياكل بيلاقي شوية حلويات ملونة عمالة تتحرك من مكانها وبتجري على الترابيزة، والمكرونة الاسباجيتي بتفضل تكبر وتعمل وحش ضخم بيلف على كل القاعدين ويربطهم على الكرسي لحد ما بيقدر ياخد الملك ويهرب بيه من القصر. بنعرف من رئيس الوزراء ان اللي حصل ده سحر اسود، وعشان هو محرم في المملكة لازم يلاقوا اللي عمل كده وهيتحاكم، لانه مش بس استخدم من السحر الاسود، ده خطف الملك وكمان خطفه وهو جعان، يعني ايامه اللي جاية سودة. وفعلا راح رئيس الوزراء المنظمة السرية عشان يقول لهم على اللي حصل، ان هو عايز الحوار يمشي على الهادي من غير ما الصحفيين يعرفوا اي حاجة عشان الدنيا هتتقلب. وبعدين الملك عيد ميلاده كمان يومين وهتبقى كارثة لو حد عرف ان ساحر خطفه. وبتتعين جريت عشان هي المحققة في القضية ديت، وبتروح سيرك في واحد شاكة فيه عشان تفضل تراقبه من بعيد وتشوفه بيعمل ايه لحد ما بتكتشف ان ملوش في اي حاجة. بس على الرغم من كده بتعامله بعنف وبتقوله انت ليه حابس حيوانات سحريه وجنيات في قفص، وبتخليه يطلع كل اللي حبسه بره. والجنيات بتشكرها على المساعده ديت وبتديها سلسله وبتقولها ده هتجلب بالحظ. بعدها بتقابل رئيس الوزراء مع مديره المنظمه اللي بتقوله ما تقلقش كده وامسك نفسك عشان خلاص كده جريت زمانها الجايه وهتكون مسكت اللي عمل كده وتخلص القضيه. بس بترجع جريتل عشان تقول لهم انها كانت فعلا شاكه في واحد وقدرت تراقبه، بس طلع بريء ما يعرفش حاجه عن الموضوع، عشان كده هي سابته. هتزود المراقبه على باقي السحره. وبيقول رئيس الوزراء احنا مش فاضيين للكلام ده كله، هما يومين لو الملك ما جاش وطفى الشمع بنفسه البلد هتتقلب وكله هيكتشف ان هو اتخطف. قرروا ان هما يغيروا طريقه الشغل ويشوفوا حد سرق حاجه قبل كده، لحد ما يقولوا صح احنا ازاي نسينا هانسل اللي سرق تمثال الملك قبل كده في وسط ما كان الناس كلها واقفه. وبيقول رئيس الوزراء ومديره المنظمه ازاي عايزه تبعتي جريتل تدور على هاسل اللي هو اخوها، فبتقوله جريتل زي ما عندهاش يما ارحميني في الشغل. وبنروح لهانسل الساحر المشهور اللي بيدخل على الجماهير بصدره وبيقولهم شايفين الارنب ده؟ لما بنشوفه بيطلع مشوه وشكله غريب فكله بيخاف منه وبيفضل مستغربين. بيجي هانسل ويقول ده كان ارنب عادي وزي الفل، لحد ما في يوم حصل سحر اسود عنده في القريه فبقى شكله كده زي ما انتوا شايفين. بس ما تقلقوش انا معايا العلاج. وبيكون كل ده مكياج، ويدخل واحد من ورا القفص عشان يشيل كل حاجه من على وش الارنب. وبيقول لهم هانسل انا دلوقتي بستخدم القلاده السحريه، ولما بيحطها بيوري الناس الارنب زي الفل ورجع زي ما كان. فطبعا كله بيصدق ويفضل يقوله انه عايز يشتري منه القلاده عشان يبيع كتير ويكسب فلوس كتير وجواهر وذهب. وبتكون في بنت فقيرة واقفة في نص المكان وبتروح لهانسل بعد ما بيخلص الفقرة ديت وتقوله ان اختها الصغيرة تعبانة وعايزة قلادة من دول عشان تعالجها بيهم. وبتصعب على هانسل اللي بيقول لها القلادة مش هتشتغل عليها عشان هي صغيرة، بس خد الدهب ده وخد عالجيها، اهم حاجة ما تقوليش لحد ان انا بعمل كده معاكي. وبعدها بيفضل قاعد لحد ما بياخد باله ان اخته وصلت عشان تقبض عليه، فبيجري من المكان لحد ما بينط من الشباك وبتكون جريتل مستنياه تحت عشان تقبض عليه بكل سهولة. بعدها بتاخده معاه لمقر المنظمة السري، وبيفضل هانسل منبهر قوي من اللي شافه ويقولها ده انت كبرتي وبقيتي شغاله مع منظمات وعامله قلق. بس بتكون جريتل مش طايقاه وبتقوله مالكش دعوه انت بشغلي، انت نصاب اصلا، ويا ريتك حتى بتعرف تعمل سحر زي الباقي كنت احترمتك على الاقل. وبيوصل الاتنين للمديره اللي بتقول لهم ان هما لازم يتحدوا مع بعض عشان يقبضوا على اللي خطف الملك عشان هما خلاص مفيش وقت وعيد الميلاد قرب. بس جريتل بتقول لها لا ده على جثتي لو اشتغلت مع المغفل ده وانا هخلص الموضوع لوحدي. عشان تخلص المديره وجع القلب ده بتقول لهم بكل بساطه لو ما اشتغلتوش مع بعض انت يا جريتل مش هتاخدي جايزه افضل موظفه، اللي انت هتموتي وتاخديها وهتفضلي عايشه كده بنت الشركه وخلاص. وانت يا عم هانسل هنقول للناس كلها ان انت نصاب ونكشف خدعك عشان تتفضح وما تعرفش تعمل فلوس تاني. طبعا الاتنين مش بيلاقوا حل ان هما يوافقوا على العرض ده. لما بيطلعوا من جوه بيقولها هانسل انا مش مصدق ان هشتغل معاكي، احنا هنعمل فريق جامد مع بعض، عشان تقول جريتل لا مش فريق ولا حاجه وكل واحد فينا مع حاله طول المهمه دي لحد ما نخلصها. وبتكون المديره قالت لهم على مكان محل الحلويات اللي الملك بياكل من عنده وان اكيد ده عمل مشاكل دي كلها.
بيوصل هانسل واخته للمكان اللي هياخدوا منه الاسلحة السحرية، عشان يفضل هانسل مش مصدق ان كل دي حاجات سحرية بجد مش لعبة. بيفضل يلعب فيهم لحد ما اخته بتزعقله وتقول احنا مش ناقصين هبل، دي مهمة رسمية. وبتاخد نضارة بتكشف كل الاعمال السحرية، بتفضل تدور حواليها لحد ما تشوف ان هانسل سرق حاجة وبتاخدها منه وبتفضل تهزه شوية. وبعدها بتوريهم مسؤولة المكان شوية اسلحة وبتعمل ايه، وهما طبعا واقفين مبهورين لحد ما توريهم السائل اللي بيحول الاكل ويخليه وحش عشان يشكروها. وقبل ما يمشوا بيسرق هانسل حاجة من المكان من غير ما حد ياخد باله. وبنروح بقى للمكان اللي كان بيبعت الحلويات للملك، واللي شغالة فيه واحدة اسمها إلف، ودي بتكون زعلانة من الملك ومش طايقاه عشان قال على أكلها طعمه وحش ومعمول بالسحر الأسود. بتفضل تذل الملك على كلامه وتقول له خلي بالك بقى عشان هوريك أيام سودة. بتقول على أكلي أنا وحش وتفضل تأكل الملك من الحلويات بالعافية، وهي اصلا شكلها مريب وما تفهمش هي عايزه منه ايه بالظبط. بيوصل هانسل واخته للبيت بتاع إلف، بيفضلوا قاعدين بره عشان يراقبوا الوضع لحد ما بيشوفوا شويه حلويات بتتحرك، فبيعرفوا ان اللي جوه بيستخدم نفس السائل اللي استخدموه على اكل الملك وانهم كده في المكان الصح. بس طبعا هانسل بيكون تافه ومش فارق معاه حاجة، بيفضل يعمل شوية حاجات هبلة كده ويروح لنفق ساحر في دفاية عشان شاف فيها شوية حلويات شكلها حلو وبتجري على الأرض. بتقول لجريتل لا انت تسترجل كده بقى عشان احنا ورانا مهمة عايزين نخلصها ونخلع من هنا قبل ما حد يقتلنا. بس بيشوف هانسل ان في شوية كيك شكله حلو وبيتكلم، فبيجري عليهم عشان يشوف بيعملوا ايه وبيفضل يتكلم معاهم لحد ما بتتحول الكيكة منهم لكيكة عملاقة على شكل كلب، بتفضل تجري وراه. بيدخل هانسل عشان يستخبى في الأوضة اللي أخته بتدور فيها على التعويذة اللي حولت أكل الملك لوحوش عشان يروحوا بها المنظمة ويعرفوا مين اللي عمل السحر ده. وبيكون هانسل واقف سدد الباب لحد ما الكلب بيقدر يدخل عشان يجري منه هانسل على الحيطة، فبيوقع شوية تعويذ. ما بيحاول يمسك الأزايز مش بيقدر يلحق حاجة منهم، كل اللي في الدواليب بيقع على الأرض عشان يتكسروا. وطبعا عشان دي تعويذ سحرية بتفضل تتحول أشكال هانسل واخته لأشكال غريبة، مع كل حاجة منهم بتقع عليهم بيتحولوا لشكل جديد لحد ما في الآخر بينفجر المكان باللي فيه وكل حاجة بتضيع ويطلع ضوء قوي من البيت بعد ما اتدمر. بعدها بيفوق هانسل وجريتل عشان يلاقوا نفسهم متحولوا أطفال، والكلب اللي كان بيجري وراهم بيبقى كلب صغير. بتفضل جريتل مرعوبة من اللي حصل وتفضل تقول لأخوها انا من الاول كنت عارفه ان انت مش هينفع تيجي معايا عشان انت غبي وهتبوظ كل حاجه زي ما حصل كده. بيطلع الاتنين ومعاهم الكلب عشان يروحوا المنظمه تاني ويشوفوا حل للمصيبه اللي هما فيها. بس طبعا لما بيقربوا من هناك بيفكروهم شويه عيال وبيفضلوا يهزقوهم ويرموهم بره كل ما يحاولوا يدخلوا المنظمه لحد ما بييأسوا. تعالى ما نشوف مكان تاني يمكن نوصل لحل. دلوقتي بتوصل الاخبار لمديريه المنظمه السريه ان جريتل وهانسل اختفوا بعد ما دمروا القبو بتاع محل الحلويات عشان تقول لهم لا عيب عليكم انا عارفه انا بعت مين وعمرهم ما هيخيبوا. دلوقتي بتقرر جريتل انها تاخد اخوها وتروح لساحره محليه عشان تسالها عن اي حل للموضوع دوت، وكمان عشان تسالها عن موضوع الملك. لما بتروح لها بترحب الساحره بيهم وتقول لجريتل انها مش هترد على اي سؤال منها غير لما تاكل هي واخوها. لما بتلبس جريتل نضاره بتكتشف ان الساحره ديت شريره وحطت منهم في الاكل وهي للاسف اكلت، فبتقول انها عايزه تنام وبتلحق اخوها قبل ما ياكل وتقول له روح بسرعه هات مصلح عشان يفوقنا قبل الساحره دي ما تعمل معانا الجلاش. بيفضل هانسل يفكر هيعمل ايه لحد ما بيقرر انه يلبس زي الهالوين ويروح للساحره ويقولها انها كسبت جايزه ولازم تديله مصل منوم علشان تاخد الجايزه. وبياخد هانسل المصل عشان يدخل بسرعه ويصحي اخته، وبيجري الاتنين على الشباك عشان يطلعوا من المكان قبل ما الساحره تمسكهم بعد ما طلعت تجري وراهم واكتشفت انها اتضحك عليها. وبيولعوا كمان في البيت عشان ما تقدرش تطلع وراهم، وبياخدوا طبق طاير عشان يهربوا من هناك وبيفضلوا طايرين لحد ما بيوصلوا للبحيره اللي فيها الساحره اللي عملت السحر للملك عشان يوقعوا هناك. في الوقت ده بتكون إلف واقفة تقسم على الملك شوية لحد ما بيدخل عليها شوية حلويات بتتكلم عشان يقولوا لها في حد هجم على المكان وكان لابس لوجو المنظمة السرية. وهنا بتعرف إلف المنظمة بعتت ناس وراها، فبتروح لكيكا على شكل ايموجي فبتقوله روح شوف لي مين اللي عمل كده وتجيبولي من تحت الأرض. وبعدها بيكون هانسل واخته قاعدين في الغابة بعد ما هربوا من الساحرة ومش عارفين ازاي يوصلوا للساحرة البحيرة. فبيفضل هانسل زهقان ومش عارف يعمل ايه لحد ما بيخطف كتاب اليوميات بتاع اخته ويفضل يقراه وهو عمال يهرب منها لحد ما يطلع على الشجرة.
بيكتشف هناك ان اخته بتعمل كل ده عشان تخلى ابوها وامها فخورين بيها بعد ما ماتوا. فبيتعاطف هانسل مع اخته وبينزل من على الشجرة، وبيطلع اخطبوط سحري عملاق من تحت الارض عشان ياخد هانسل واخته والكلب بتاعهم معاه. مش بيعرفوا يهربوا منه لحد ما بيقرروا خلاص ان هم لازم يستمتعوا ويسيبوا نفسهم، والمية هترفعهم. وبيوصلوا اخيرا للبحيرة غريبة وكل اللي فيها جنيات سحرية عمالين يغنوا ويزمروا، والدنيا شكلها لطيف والناس رايقة هناك، لحد ما بيوصلوا للملكة اخيرا اللي هي ملكة البحيرة اللي كانت فاكراهم جواسيس عشان معاهم شوية سائل من اللي بيحول الأكل لوحوش. بس قبل ما تقتلهم بنشوف جنية صغيرة معاها سلسلة، فبتقول لهم ما الناس ساعدتها ومش ممكن تكون شريرة عشان تعفوا الملكة عنها. وبيقعدوا كلهم مع بعض بعد ما أنقذتهم الملكة، وبتحكي لهم إن إلف دي طباخة بس عندها أمل تمسك الحكم، وعشان كده بتفضل تعمل حاجات بتعاويذ عشان تسيطر بيها على الشعب عن طريق الأكل، وهي خطفت الحاكم عشان تمسك الحكم بداله. لما الناس بتكتشف ان هو مش موجود في عيد ميلاده، وبتاخدهم الملكة للمكان اللي حابسة فيه جواسيس إلف، بس للأسف مش عارفة تتكلم معاهم عشان لغتهم غريبة ومش مفهومة. وبتقول لجريتل واخوها خليكم انتوا قاعدين معانا هنا والدنيا لطيفة، وانتوا كده كده شكلكم أطفال، يعني محدش هيصدق ان انتوا تبع المنظمة. وطبعا هانسل الكسلان بيقول لها عين العقل والله يا ست الملكة، ده كلام زي الفل، احنا نقعد نريح شوية. بس اخته بتقوله انت شكلك نسيت احنا جايين نعمل ايه، وبتاخده معاها عافية عشان تطلع الاكل المحبوس، وبتقوله ده هيرجع تاني لإلف وهيعرفنا الطريق لو مشينا وراه. وللأسف بيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيتوهوا ومش شايفين أي حاجة في نص الصحراء. بس بيوصل الكيكة الإيموجي عشان تهجم عليهم وتفضل تجري وراهم لحد ما بيكون خلاص هانسل هيقع من على الجبل، بس اخته بتلحقه في اخر لحظه. وبيفضل الكلب يعطل الكيكه لحد ما بيهرب هانسل واخته وبيركبوا القطر اللي بيروح لبيت الساحره إلف اللي بتكون خلاص بتحضر الاكل السحري بتاعها اللي هتغزو بيه البلد كلها. لما بيدخلوا بيكون الملك قاعد قدامه وبياكل الاكل السحري عشان يقع في حب إلف اللي قررت انها تتجوزه وتاكل الشعب كله اكل سحري عشان يبقوا عبيد عندها. بس طبعا الملك بيقول لإلف ان في اطفال هناك، فبتاخدهم إلف وترميهم في مكان مقفول، فبتروح على الملك وبيعملوا مراسم الجواز. بس بيقدروا ان هما ياخدوا ترياق مضاد للتعويذه ويركبوا على تنين ويفضلوا يهربوا من المكان باستخدام تراب سحري خدوه من المنظمه لحد ما يرجعوا المملكه بتاعتهم تاني. لما بيوصلوا بيدخل هانسل عشان يعطل المراسم لحد ما اخته بتحقن الملك عشان يرجع لرشده. بس بيكون كل الشعب اتحول خلاص وبتعلن هي نفسها ملكة. وبعدها تجري جريتل علشان تحط الترياق في عجينة عشان تعمل بها أكل، بس طبعا ده كل ده مش بينفع عشان بتقدر إلف إنها تمسك هانسل وترمي أخته في العجينة. بس بيطلع هانسل القلادة اللي كان سارقها من المنظوم عشان يطير بيها من هناك مع أخته، وتحط جريتل الترياق في العجينة عشان تعمل الكحك اللي هيعالج الشعب كله. وفعلا بتقدر تخلص على التعويذة عشان يرجع تاني الملك تاني. وبيعمل الملك حفلة كبيرة فبيكرم فيها جريتل بشهادة أفضل عاملة، وبيدي هانسل كمان شهادة الساحر. بتروح مديرة المنظمة عشان تدي جريتل مهمة جديدة، بس بتقولها ان هي مش هتشتغل لوحدها، هتشتغل مع اخوها. فبيجروا الاتنين على بعض وبياخدوا بعض بالاحضان. وبس كده بيكون فيلمنا خلص النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد.